السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم حلوة بثلاثة المكونات فقط، حلوة اللي قديمة والمذاق ديالها كيجي أكثر من رائع، والأهم أنها سهلة وسريعة التحضير. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تنال إعجابكم. ندوزو المقادير وطريقة التحضير. على بركة الله، عندي في المكونات 125 غرام ديال الزبدة اللي تكون في درجة حرارة المطبخ. كنضيف 4 ديال الفرماجات مثلثين، المهم استعملوا اي نوعيه، لافاش كيري او هولنديز اطفال، المهم كيبقى لكم الاختيار. كنضيف عليهم كيس ديال السكر فاني، وغادي نخلط هاد المكونات حتى كتنسجم ليا الزبده مزيان مع الفرماج. بالنسبه للزبده استعملوا اي نوعيه، المهم بالنسبه لزبده العبار راه كتعطينا مذاق اللي لذيذ. وتقدروا ديروا ايضا الزبده ديال العلب، غير هو حاولوا تختاروا الزبده اللي تكون زوينه ما تكونش فيها الريحه مجهده. صافي من بعد ما كنخلط الزبده مع الفرماج مزيان مكيبقاوش عندي دوك الحبيبات، ضفت نص كيس ديال الخميره الكيميائيه ما يعادل تقريبا واحد 4 غرام، وكنزيد هنايا الدقيق تدريجيا شويه بشويه. انا عبرت هنايا 300 غرام ديال الدقيق الابيض، كنبقى نضيفها غير بشويه باش ما تقصحش ليا العجينه. من بعد غادي نعبر لكم الكميه اللي شاطت. صافي هذا هو القوام ديال العجين، كتكون عجينه اللي رطبه وما كتلصقش. بالنسبه للكميه ديال الدقيق اللي هزت ليا الحلوه هي 230 غرام، وكيبقى على حسب نوعيه الدقيق ممكن اكثر او اقل. المهم هو نحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون رطبه وفي نفس الوقت ما كتلصقش. صافي كندوز مباشره هنايا كناخذ العجين، كنرش شويه ديال الدقيق فوق سطح العمل غير باش ما تلصقش ليا العجينه، وغادي ندير واحد الحربول اللي كيكون الحجم ديالو متوسط، ما تكونش العجينه رقيقه وفي نفس الوقت ما تكونش غليظه. صافي يكون بهذا الشكل هذا. صافي كناخذ واحد الموس اللي يكون ماضي وكنقطع معينات بهذا الحجم. ممكن هاد الحلوه عفوا تشكلوها بطريقه اللي بغيتو، تقدروا ديروها دوائر اولا ديروا حريبلات صغار كما داك الشكل اللي كيتباع في لي باتيسري، كيكون حرابل اللي كيكونوا بحال الاصابع. ممكن ايضا ديروها على شكل هلال، كيبقى لكم الاختيار. صافي غادي نقطع العجين كامل بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا. من بعد كنوضعوه في واحد الطاوه اللي فرش لي انا هنايا البافوني، ممكن ديروا لها ورق الطهي. صافي هنا من بعد ما كملت الطاوه غادي ندخلها للفرن اللي سبق ليا وشعلته على نار اللي كتكون مهيله. كنشعلو غير من التحت فقط حتى كتذهب ليا الحلوه من التحت، عاد كنشعلو عليها من الفوق باش كتحمر شويه. بالنسبه للفرن ديال الضو غادي نطيبوا الحلوه على 170 درجه. هذا هو الشكل ديال الحلوه من بعد ما خرجتها من الفران. كنخليوها حتى كتاخذ هذا اللون الذهبي هذا، ما كنحمروهاش بزاف وفي نفس الوقت ما نخليوهاش بيضه. انا هنا غادي نفندها غير في السكر كلاصي. المهم التزيين كيبقى اختياري، زينو بالطريقه اللي بغيتو. ممكن هاد الحلوه دوزوها في العسل كما كتباع كما قلت لكم في المخابز، كيديروا لها العسل واللوز ايفيلي او الكونكاسي. ممكن ايضا ديروها في الشوكولات، من بعد ديروا لها الكنافه او الطونيك، بسكوي ديال الطونيك. المهم التزيين كيبقى على حسب الذوق ديالكم. غادي نستمر بهذه الطريقه هذه ونشوفوا الشكل النهائي ان شاء الله.
وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه اللي شاركت معكم اليوم. حلوه اللي سهله بزاف، بسيطه، بدون بيض، بدون زيت، بدون سكر. حلوه اللي كتجي اكثر من رائعه، سهله، سريعه التحضير كما لاحظتوا معايا. كيجي فيها واحد القوام اللي هشيش ومرمل، وكتعطينا واحد الكميه اللي لا باس بها. كما لاحظتوا معايا انا خدمت معكم غير النص ديال المقادير، نتوما الا بغيتوا كميه اكثر غادي تضاعفوهم. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم. كنشكركم على المشاهده، مع السلامه.